السلام عليكم متابعيني الكرام، اهلا وسهلا بيكم. معاكم سمر. النهارده ان شاء الله عنوان الفيديو بتاعنا هنتكلم عن فوائد الليفت. طبعا كلنا عارفين ان الليفت بيحتل في هذا التوقيت الشتوي من كل عام مكانة ثابتة في كل مطبخ تقريبا يا جماعة في البيت المصري. هنلاقي هنا طبعا ان كلنا بنعمله لانه لذيذ وتقريبا الكل بيحبه، لكن للاسف هنلاقي ان عندنا جهل بفوائد الليفت قد ايه هي عظيمة ومهمة. كمان هنلاقي برضو ان احنا ما نعرفش ان الليفت بيحتوي على عناصر غذائية عظيمة ومهمة جدا. ليه؟ تعالوا مع بعض نشوف. هنلاقي ان الليفت بيحتوي على عدة فيتامينات زي فيتامين A وبي وسي وإي وكمان فيتامين كي. وايضا هنلاقي ان الليفت بيحتوي على كالسيوم وحديد وصوديوم وبوتاسيوم وغيرها من الفيتامينات التي تساعد في تغذية اجسامنا من الداخل في فصل الشتاء. طيب تعالوا مع بعض كده سريعا نروح نشوف ايه هي فوائد الليفت. عايزه اقول لكم كل ما اقول لكم فايده هتستغربوها عن اللي قبلها، وفعلا هتلاقوا ان احنا اول مره بنسمع الكلام ده تقريبا يعني. رقم واحد، الليفت بيقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان، وده لأن الليفت بيحتوي على مواد كيميائية نباتية بتسمى جلوكوزيتولات، وهي مواد بتساعد في منع جميع أنواع السرطانات في الجسم زي سرطان الثدي وكمان سرطان البروستاتا. طيب في نقطة بقى تانية يمكن لأول مرة هتسمعوها، إن الليفت مفيد جدا للجنس، وده لأنه بيعمل على تحسين الحالة المزاجية والمساعدة على تقليل التوتر عند الرجال والنساء. أيضا الليفت بيساعد على تقوية الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء. كمان الليفت بيعمل على تحسين الانتصاب لدى الرجال، وده من خلال بث الدماء في العضو الذكري عند الرجال. كمان هنلاقي ان الليفت بيساعد على تأخير القذف عند الرجال. متهيألي المعلومة دي كتير مننا هيكون أول مرة يسمعها. تالت فايدة معانا إن الليفت بيخفض ضغط الدم المرتفع، وده لأن الليفت من الأطعمة التي تحتوي على نترات غذائية، وده له فوائد متعددة لصحة الأوعية الدموية، وبتشمل أيضا خفض ضغط الدم المرتفع ومنع التصاق الصفائح الدموية ببعضها البعض في جسم الإنسان. طيب تعالوا كمان نشوف فايدة مهمة، الحفاظ على صحة العين. اتكلمنا في فيديوهات سابقة قبل كده وقلنا ان اي نوع من انواع الخضروات فيه فيتامين ألف يبقى على طول مهم جدا لصحة العين. فهنلاقي هنا ان الليفت بيحتوي بالفعل على فيتامين ألف، كمان بيحتوي على مادة اسمها اللوتين، والمادة دي بتكون مضادة للأكسدة، لذلك فهي بتحافظ على صحة العين. كمان فايدة برضو مهمة جدا، ان الليفت بيقلل من مشاكل الامعاء، وده لان الليفت غني جدا بالالياف، لذلك فهو بيساعد في امتصاص الماء من القولون ويعمل على تسهيل حركة الامعاء في الجسم. تمام. طيب تعالوا برضو نشوف فايدة كمان مهمة برضو، ان الليفت بيحافظ على تنظيم مستويات السكر في الدم. يبقى من هنا هنوصل بان الليفت مهم جدا تناوله لمرضى السكري بما انه بينظم مستويات السكر في الدم. تمام. طيب تعالوا نشوف كمان برضو ان الليفت مصدر غني جدا بالمواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم للقيام بالأنشطة الرياضية. انا عن نفسي كنت المعلومة دي اول مرة اعرفها. طيب في برضو معلومة كمان مهمة جدا عن فوائد الليفت. الليفت مفيد جدا لإنقاص الوزن، وده بفضل السعرات الحرارية القليلة اللي موجودة في الليفت، وكمان بيرجع لسبب ارتفاع نسبة الماء اللي موجودة في الليفت، لذلك فهو مفيد جدا لإنقاص الوزن. تمام. طيب تعالوا نشوف برضو فايدة كمان مهمة جدا، التخلص من الالتهابات. يبقى هنلاقي ان الليفت بيعمل على التخلص من الالتهابات في الجسم، وده لأنه بيحتوي على مضادات أكسدة اللي بتساعد على مكافحة الالتهابات. كمان هنلاقي ان الليفت مفيد جدا لصحة الهضم، وده لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف اللي بتكون مهمة جدا لصحة الهضم. تمام. طيب كمان هنلاقي برضو فوائد مهمة جدا عايزين نتكلم فيها بقى على نقطة معينة كده، فوائد الليفت والكلى. هنلاقي هنا ان في ملحوظة لازم نأكد عليها، انه يجب على الاشخاص الذين يعانون من مشكلات في الكلى ان يكثروا من شرب الماء عند تناول الليفت. خلي بالكم يا جماعة من النقطة دي. كمان هنلاقي ان في فوائد مهمة جدا للليفت خاصة بالشعر. هنلاقي ان في ماسكات يا جماعة بتتعمل من الليفت، برضو انا شخصيا كنت اول مرة اعرفها في الفيديو ده. تمام. هنلاقي ان شركات بتعمل ماسك الليفت. طب ليه؟ ده لانه بيعمل على تقليل اصابة الشعر بالتقصف والتساقط. طبعا موضوع التقصف والتساقط في ستات وبنات كتيرة بتعاني منه، اذا هنا نحاول ان احنا نجرب ماسك الليفت
ونشوف، لان ده يا جماعة نتيجة دراسة علمية مثبتة. تمام. كمان هنلاقي ان الليفت بيحافظ على نضارة البشرة عند النساء، وده لاحتوائه على فيتامين ج وفيتامين أ وكاروتين المهمين للحفاظ على صحة الجلد والوقاية من التجاعيد وعلامات تقدم السن والشيخوخة. متهيألي انا كده قلت لكم فوائد عظيمة جدا عن الليفت. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو معانا النهاردة، واللي ما حطش اللايك يحطه، ولو اول مرة بتتفرجوا عليا ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس. وكنت معاكم سمر عبد الحميد من قناة منوعات ووصفات مع أم تسنيم، واستنوني إن شاء الله في فيديوهات تانية كتيرة. مع السلامة.